اهو ما هو طيب ما هو اهو. وتقول لي انا الننوس وانا نادي الدوله ونادي الشعب وانا الننوس. انا ايه بقى؟ انت ايه يعني الغاء الهبوط ده للنادي الاسماعيلي اللي هو مؤكد ان هو هابط رسمي ومش هنشوفه الموسم الجاي، وتيجي تقول انا الننوس وانا نادي الدولي؟ طب أما انت ايه؟ انت ايه سيدي المانجا، سيدي الدراويش؟ انت ايه حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محبين ومتابعين، اهلا ومرحبا بكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا جماعه احنا هنتكلم في موضوع النهارده او موضوعين بالاخص، الا وهو موضوع الغاء الهبوط من للنادي الاسماعيلي، لانه خلاص هي رابطه الانديه قالت لك خلاص هي ما ينفعش ان هو يهبط. طب ماشي، انا معاك حضرتك ان الاسماعيلي ما ينفعش يهبط، ان هو نادي جماهيريا زي ما بيقولوا، ونادي غزل المحله طبعا يحترم، فريق كبير طبعا ومؤدي موسم رائع جدا جدا، طبعا ممنوع من الهبوط. طب مودرن فيوتشر يعني ايه ظروفه؟ يعني ده مش نادي جماهيري ولا؟ بس احنا عارفين النادي ده تابع لمين ويلا قشطه بالسلامه عدي وبتعدي. ولكن انا هنا تعقيبي على النادي الاسماعيلي، اللي كل لما حد يكلمه وكل لما قرارات بتنزل في صالح النادي الاهلي يطلع بقى الميديا بتاعت جمهور الدراويش يقول لك طبعا ان ده نادي الدوله وده الننوس وده الفقوس وده البقدونس وده مش عارف ايه. فاصبحت ان هي كلها اصلا يعني هو اتحاد الكوره خلاص هو حب يراضي الناس كلها وحب يراضي الليله كلها، ويقول لك ما طبعا شاف ان الاسماعيلي برازيلي الكره المصريه، برازيلي برازيلي الكره المصريه، انه ما ينفعش يهبط وما ينفعش يلعب طبعا في الدرجه الثانيه، ولازم أن يكون في ممتاز به. فطبعا لغى فهو يا باشا هو بيتعدى لك عادي، يعني ايه المشكله يعني؟ ما تطلعش بقى تزيد بقى وتقول بقى النادي الدوله والننوس والبندوس والكلام ده كل ده ما بياكلش، لان انت حضرتك انت في منظومه اصلا حضرتك هي ما مش قادره تدير اللي حواليها، فعادي يعني بتشبط لبعضيها، وده بيجامل ده وده بيجامل ده، وده على حساب ده وده على حساب ده، فايش يعني الدنيا بتعدي والدنيا بتمشي وبتصبح طيبه وبتصبح زي الفل وزي القمر. فانت ما تجيش حضرتك تقول بقى ايه ان انا نادي الدوله ونادي مش عارف ايه ونادي البتنجال ونادي مش عارف ايه. لا حضرتك عادي زي ما في حكام برضو بيعدوا لك عادي وبيعدوا لي قشطه، فهي كلها يعني ايه دايره، هي كلها دايره. طب واحد هيجي يسالني يقول لحضرتك طب انت ايه؟ انت كنت عايز النادي الاسماعيلي يهبط وينزل للدرجه الثانيه؟ اولا انا لا يعنيني ان الاسماعيلي يفضل في الدوري او يهبط، انا لا يعنيني، انا مش شايفه ونغمت بقى تعالى العبونا في الاسماعيليه وخايفين ومش خايفين. طب انت يعني انقذ نفسك الاول وطلع نفسك من المستنقع اللي انت فيه واللي انت غرقان فيه وخلاص وميت فيه. اطلع منه الاول وتعالى حضرتك كلمني بقى، نلعب في القاهره، نلعب في اسماعيليه، نلعب في شبين، نلعب في القناطر، مش هتفرق يعني حضرتك، يعني انت فاهم. انا عايزك بس تبقى مركز حضرتك يعني ايه في الترتيب بتاعك، وان شاء الله باذن الله يعني ايه انا لا يعنيني بصراحه زي ما قلت لك، لا يعنيني ان انت تكون موجود في دوري ممتاز به او مش موجود، ده بصراحه يعني لا مؤاخذه وجودك زي عدمه مش فارقه يعني. انا كده كده بحط عليك ومش شايفك يعني بصراحه، انا مش شايفك فعشان كده مش مهتم حضرتك. طب لو لكن خلاص هي شايفه لجنه الانديه شايفه القرار صح عادي، يعني تلغوا الهبوط براحتهم عادي قشطه. واحد هيجي يقول لي طب ما انت عادي ما تلغلكش 3 نقط نهايه الموسم، ولكن ارجع اقول لك بقى خلاص طب ما هي دي بدي ما تطلعش بقى ايه يعني زي المثل اللي بيقول لك ايه لا تعيرني ولا عايلك الهم تعيرني وطايلك، فقشطه يعني تمام عادي يعني عديها. ما تطلعش بقى تقول لي انت نادي الدوله وانت برضه بيتفوت لك وفيك العبر وفيك وبرغم من كده عادي ما حدش بيتكلم. دي الحاجه الاولى اللي حبينا بس نطلع نوضحها لجماهير المنجويه. الحاجه الثانيه طبعا اللي عايز اتكلم فيها الا وهي علي معلول وقصه علي معلول اللي تابعناها طبعا مؤخرا في مباراه بنك الاهلي مع الكابتن عماد النحاس. وبرده انا هنا برده من المنصه دي وافضل برده اناشد برده الكابتن عماد النحاس، بل وبناشد اداره نادي الاهلي انها تتدخل في موضوع علي معلول، انه ما ينفعش حد زي علي معلول اسطوره وايقونه النادي الاهلي علي معلول ان هو يجي في ماتش زي البنك الاهلي وانت عارف ان الماتش ده بيحتاج لعيبه خبره ولعيبه تكون مرت بمطوشه تقيله زي كده، محتاج ان هي تشارك. ولكن انت شايف ايه في كوكا؟ انا ما اعرفش بصراحه. انا قلت لك قبل كده ان علي معلول يلعب على ادخن تخين في الباك الشمال، ولا كوكا ولا بوكا ولا موكا ولا كريم الدبيس ولا حتى يحيى عطيه الله في عز مجده. ما انا مش شايف المركز ده هو علي معلول. علي معلول بصراحه هو يعني ايه ايقونه النادي الاهلي. وما تقوليش بقى عوامل السن ومش عوامل السن، لان هي كل وبدني ومش بدني، لان هي كلها ماشيه بما يرضي الله انت فاهم، وصحتها على قديها وكلها بتزق ببعضها وبتصبح يعني طيبه وزي الفل.
فانا مش عارف عدم مشاركه علي معلول مع النادي الاهلي الفتره الاخيره ده ايه، ده سببه ايه؟ ما تفهمش، ما تفهمش، مع ان اللي بيشارك مكانه لو لعب ال 90 دقيقه اقسم بالله العظيم ما بتشوف عرضيه توحد ربنا. المكان ده ممكن بيديك ثرو كده بيطلعك بيه، عنده رؤيه حلوه قوي جوه ال 18. فانا بصراحه علامه استفهام كبيره جدا على علي معلول الفتره الاخيره مع كابتن عماد النحاس، واللقطه الشهيره اللي كلنا شفناها مع كابتن عماد النحاس. فانا بناشد اداره النادي الاهلي انها تتدخل. ما ينفعش طبعا يعني اسطوره زي علي معلول عاصرناها وفعلا من افضل الباكات الشمال في افريقيا اللي جات واللي جات النادي الاهلي بصراحه مؤخرا. علي معلول طبعا اسطوره وهتفضل اسطوره علي معلول. بس يا جماعه دي الحاجات اللي كنت طالع اتكلم فيها واخدها مع حضراتكم كده واحده واحده. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ربنا يوفقه ان شاء الله في الفتره الجايه، ويوفقه في المباراه القادمه ان شاء الله مع فاركو ويقدر يحسم الدوري. وان شاء الله بقى ايه يعني نشوف موضوع كاس العالم داتي وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي الفتره الجايه. كنتم في امان الله وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.